قبل ما تتدبسي وتشتري اي وسيله ازاله شعر في دول هقول لكم رايي فيهم بمنتهى الامانه، بما اني واحده ما عملتش ليزر ازاله شعر في العيادات فمفيش احسن مني اكلمكم عن الطرق التقليديه. مبدئيا كده مفيش وسيله في دول بتشيل الشعر نهائيا من الجسم، فلا تنخدعوا بالدعايه، ده الليزر بجلاله قدره مش بيشيل الشعر نهائيا من الجسم. زيت السعد اولا سعره اقتصادي جدا، موجود عند كل العطارين، بتستخدميه عن طريق انك بتشيل الشعر من جسمك بالواكس او بالسويت، المهم انك تشيليه من الجذور. واتفاجئت بقى ان في ناس عملت شيفنج واستخدمت زيت السعد بعده ولقت فعلا نتائج زي الناس اللي بتستخدم السويت، ودي حاجه كانت بالنسبه لي غريبه. وبتحطي الزيت لمده 7 ايام متواصله على جسمك بعد ازاله الشعر. عيبه الوحيد ان ريحته بشعه لما جربته صراحه، ولكن قصاد ده انت لو قررتي سايكل ازاله الشعر 3 4 مرات، يعني نقول 3 شهور 4 شهور، هتلاقي فعلا في فرق كبير وملحوظ في كميه الشعر اللي بتظهر في جسمك. وده بسبب ان زيت السعد فيه فلافونويد بتشتغل كانتي اندروجينيك افكت، يعني بتقلل الهرمون المسؤول عن الشعر الغير مرغوب فيه في جسمنا. لكن يا جماعه مفيش اي دراسات كافيه لا عن مميزاته ولا عن اضراره المحتمله في المستقبل اتعملت على زيت السعد ده اطلاقا. تاني وسيله بقى وهي فوكسي. ما جربتش فوكسي كبراند، بس جربت الكريستاله بتاعت ازاله الشعر وكانت تجربه بشعه الحمد لله، ما اتمناهاش لألد اعدائي. انت تمسكي الكريستاله وتفضلي تعملي كده، بجد كم احتكاك مع الجلد مش طبيعي. في ناس بتقول ان فوكسي عشان هي اوريجينال افضل، صراحه ما اعرفش، ولكن من تجربتي هي الوسيله مبنيه على الاحتكاك، فلو انت جلدك حساس او جلدك رقيق للاسف مش هتكون احسن حاجه بالنسبه لك وهتعمل لك التهابات. شفت ان الشعر بعدها بيكون مقصوص زيه زي الشيفنج، يعني هتلاقي شعرك طالع بسرعه مش هيطلع بعد وقت طويل. وتالت حاجه حسيت ان هي ممكن تكون ميزه للاداه دي، ان انت لو عندك شعر تحت الجلد او جلد وزه ممكن تساعد ان هو يخرجه بره، لكن هي سعرها مش قليل. فهل بقى هي تستاهل التجربه ولا لا؟ الصراحه تالت واحده هي سيرم ايبسوفت، وده من الوسائل اللي انا قررت ان انا ما اجربهاش. نفس فكره زيت السعد، انك بتعملي ازاله شعر جسمك بالسويت او الواكس، المهم تشيلي الشعر من الجذور وبعد كده بتحطيه على جسمك. المفروض بتكرري الموضوع ده 3 أو 4 سايكل في ازاله الشعر، يعني بعد 3 أو 4 شهور المفروض تلاقي منه نتيجه. مميزات عن زيت السعد ان هو ريحته الطف، سيرم خفيف، فيه زيوت بترطب، بس قصاد ده الايبسوفت بالنسبه لي سعره غالي جدا الصراحه، وانت هتحتاجي اكتر من ازازه عشان تشوفي منه نتيجه. اللي خليني بقى ما اجربهاش، لقيت هم بيتكلموا عن الماده دي ان هي المسؤوله عن تقليل نمو الشعر في الجسم. لما دخلت وسرشت عنها لقيت ان هي ما عليهاش دراسات ولا ابحاث كافيه بتؤكد هل هي فعلا فعاله في تقليل نمو الشعر في الجسم ولا لا، هل هيحصل منها اضرار ولا لا. في ناس جربته وبتشكر فيه، وفي النقيض الاخر في ناس جربته وبتقول ان هو ما كانش احسن حاجه بالنسبه لنا. عايزاكم بقى انتوا تحسموا الجدل ده في الكومنتات، تدخلوا تكتبوا لي عن كل وسائل ازاله الشعر دي هل هي فعلا كانت حلوه معاكم ولا لا، بحيث ان ده يكون مرجع لكل البنات اللي هتفتح الفيديو ده بعد كده. واستنوا بقى الفيديو الجاي هقول لكم الوسائل اللي انا قريت عنها فعلا مؤكده من الFDA بتشيل الشعر تماما بقى من الجسم، على عكس كل الحاجات اللي فاتت.